تعالوا النهارده نعمل وصفه جميله قوي. كلنا بنعملها على الاقل مره في الاسبوع، مفيش بيت بيعدي اسبوع من غير ما يعملها كده، بتاعه امهاتنا من زمان كده. تعالوا نعمل مع بعض النهارده صينيه بطاطس بالفراخ كلها في صينيه واحده. عايزين بقى الوصفه دي عباره عن عندنا هنا بصل مقطعينه كده جوانح، هننزل بيه في الصينيه زي ما انت شايفه كده. هنيجي عليه بقى برشه من الملح ورشه من الفلفل الاسود وفص توم مهروس. في الوصفه دي احنا بنستخدمش بهارات كتير، لان هي اصلا الوصفه دي حلاوتها ان هي بتكون البهارات اللي عليها قليله، وهي محتفظه بطعم الفراخ والبطاطس بس، يعني بنكترش فيها. هنحط بقى الفلفل الاسود والملح والثوم زي ما قلنا كده، وهناخد البصله دي كلها ندعكها بايدينا كده لحد ما البصل ينزل الميه بتاعته، عشان ده اللي بيخلي لها طعم جميل قوي، وبيخلي البصل بيخلي الفراخ والبطاطس تشرب كده من ميه البصل وتبقى جميله. فلازم نعمل الخطوه دي كويس جدا. ندعكها بقى كويس كده لحد ما تنزل الميه اللي فيها كلها زي ما انتوا شايفين كده. بعدين بقى هنيجي ديت عندنا ده كيلو من البطاطس، انا ما بخرطهاش، بمسك البطاطسية كده نصين واقسمها يعني على شكل مكعبات كده، ما تبقاش مدورة قوي عشان ما تنهريش. هاجي بقى عندي هنا ده عبارة عن ده عندنا فرخة منضفينها كويس قوي، غسلينها بليمون وبن، والبن جميل قوي في تنظيف الفراخ، بيحوش اي زفارة. ما تحاوليش تحطي عليها خل، لان الخل بيثبت الزفارة فيها ومش بتبقى جميل. يا تغسليها بدقيق يا بن، الاتنين دول جمال قوي، بيحوشوا اي زفاره من الفراخ وبيخلوها جميله قوي، بتبقى ما شاء الله ما فيش فيها اي زفاره كده. تنقعيها في محلول النقع كده، سكر وملح وخل شويه كويسين كده. هنيجي بقى هنا في طاسه على النار كده، ومعلش هنا النور كان فصل، فالاضاءه هنا يعني معتمه شويه لان ما فيش نور، فمعلش استحملوني بقى غصب عني. هنيجي بقى في طاسه كده على النار، هنحط فيها زيت، ولازم الزيت يسخن قوي، يعني يكون سخن جدا قبل ما ننزل فيه في الفراخ، عشان تاخد صدمه وما تنزلش ميه، لانها لو نزلت الميه طعمها ما بيبقاش كويس وبتبقى بتشد. هننزل فيها كده بزيت سخن، هنشوحها كويس جدا. والخطوه دي كويسه، اوعي تنزلي على البطاطس بالفراخ نيه، لانها بتخلي البطاطس زفره جدا وطعمها ما بيبقاش كويس خالص، لحد ما تاخد صدمة كويسة كده. وبعدين ننزل بيها على صينية البطاطس، هننزل عليها وهي على النار كده بشوية فلفل اسود صغيرين وبشوية ملح بس. ودي البهارات اللي احنا هنستخدمها في الوصفة دي كلها، عبارة عن ملح وفلفل اسود ورشة شطة. لو انت بتحبي الاكل يبقى سبايسي، مش عندك اطفال وكده ممكن تستغني عنها خالص. بعد ما خدت الصدمة معانا بقى وخدت اللون الحلو ده، هنطلعها كده عشان ناخدها نحطها على البطاطس. هنيجي بيها هنا بقى وننزل بيها على البطاطس كده والبصل مع بعض، قبل ما ننزل بالطماطم زي ما انت شايفه كده. هرصها كويس كده. طبعا انت بتقطعي الفراخ التقطيع اللي انت عايزاها، يعني انا مقطعه هنا الوراك على 2، انت ممكن تسيبي الورك زي ما هو سليم، او تقطعيه على 2، او التقطيعه اللي انت بتحبيها يعني. هاجي هنا بقى ده عصير طماطم ضاربينه في الخلاط حوالي كده رتله طماطم، فرمينه كويس ناعم جدا، هتنزلي بيه بقى عليها، وبعدين تدخليها الفرن على اعلى درجة على الرف الاولاني عشان تستوي كويس. هتاخد معاكي من ساعة لساعة ونص كده، هتكون مستوية جدا. وده شكلها بعد ما بتخرج من الفرن، ما شاء الله. شوفي اللون عامل ازاي. طبعا انا كنت زودتها شوية مية عشان ما تبقاش طعمها كله طماطم كده، بعد ما تتسبك شوية وتاخد غلوة كده تنزلي بيها بشوية مية سخنين علشان ما تبقاش الطماطم باينه فيها قوي. وشوفي ما شاء الله البطاطس طالعه ما شاء الله، رغم ان الفراخ استوت جدا بس البطاطس ما اتهرتش خالص بسبب التقطيع. يعني ما بتقطعي بطاطسايه نصين كده وتقطعيها على شكل مكعبات، البطاطس ما بتتهرش معاكي خالص، بالعكس ما تكون عاملاها دواير. هو ده شكلها بعد ما طلعت من الفرن. لو عجبك الفيديو لايك ومتابعه، بحبكم في الله. ما تنسوش تصلوا على النبي في الكومنتات، ودعوه حلوه منكم بقى.